السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف البط والفراخ اللي في الفقاسة عاملين ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم هو البط ده نصه كان في الفقاسة ونصه كان تحت البط، فاك منهم محطوطين كلهم في وقت مع بعض، يعني طلعوا كلهم مع بعض اهو ما شاء الله. فيهم السوداني، يعني دول البط السودانية هما بعدها لكم على البند عشان تشوفوها اهي. دي بط سوداني ودي فراخ. الفرخة دي طالعة من الفقاسة اهو، جميل ما شاء الله، كله حيوية اهو. هو التاني اللي هناك ده، هما الاتنين اللي هناك دول ما شاء الله. وكنت حاطه معاها برضو بط بلدي ما شاء الله. دي بطة بلدية اهو، بط بلدي اهو ما شاء الله. برضو كله طلع في يوم واحد، اللهم بارك. والبيض اللي لسه محطوط ده اللي لسه قدامه بدري، انا هشتغلهم احطهم مع الفراخ بقى اللي عندي واكلهم شربهم. دي لسه طالعه هي، شوفوا دول لسه بتعافر وتطلع هي، لسه يعتبر نايمه في قلب البيض اهي. بتفضل بقى تعافر وتطلع لوحدها هي. ودي اهي، دي طلعت اهي برضو بتعافر برضو وتطلع ما شاء الله. دي بطة بلدية برضو، يا ربنا يبارك اهو. بط بلدي، ودي لسه بتطلع اهي برضو. دي بطة بلدية برضو اهو اهو ما شاء الله، ربنا يبارك اهو. كله مفرفش وكله حلو اهو. وده بيض، ده البيضة انا لسه يعني حطاه. اللهم بارك. جمال جمال جمال. ما بشتريش حاجة، انا عندي البط وعندي الفراخ. البيض كده، البيض الفراخ لما فيش حاجة بتنام عندي بحطه في الفقاسة اهو. ممكن تعملوا مشروع من بيتك بيبقى جميل برضك. مثلا عندك بيض فايض عليك او حاجة تحطيه في الفقاسة وتطلعيه تبيعيه، بط او فراخ بقى او اي حاجة. اللهم بارك اهو. مشروع من بيتك حلو وكده، يعني لما يفيض عليا حاجة ان شاء الله هبيعها. اللهم بارك. صلوا على النبي. اهم حاجه اعملوا لنا اشتراك في القناه واعجاب على الفيديو، بالله عليكم تعملوا لنا اعجاب على الفيديو والاشتراك في القناه عشان اقدم لكم كل جديد. بشكر.